السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ايه رأيكم في السندوتشات الجامدة دي؟ زي ما انتم شايفين كده، دي احلى سندوتش برجر فراخ تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وتعمليه لأولادك بدل ما نروح نشتري من بره. انتوا عارفين الحاجة بقت كام بكام دلوقتي بره، فاحنا هنحاول نوفر على نفسنا ونعملها في البيت بأقل التكاليف. نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا جبت هنا نص كيلو فراخ بانيه، نص كيلو يعني بانيه ماشي. عايزة تعملي ربع كيلو براحتك، انت على حسب الكمية اللي انت ناوية تعمليه. هنا قطعت. هتسأليني ايه الابيض ده يا شيماء؟ هقول لك ده حتة ليا بتعلي الطعم كده وتعزز الطعم كده، كأنك جايبة بانيه، يعني جايبة بانيه ايه، كأنك جايبة برجر الشركات بالظبط. انت عارفة انا والله بطلت استخدم من اول ما عملت الخلطة دي بتاعت البرجر في البيت. انا فعلا بطلت اجيب برجر من بره. وانتوا عارفين الاولاد في البيت بتبقى عايزة برجر، عايزة سندوتشات، عايزة مش عارفة ايه طول الوقت، مش كله بياكل طبيخ، فلازم نعمل. المهم، هنا جبت بصلايه متوسطه بعد ما فرمت الفراخ وفرمت معاهم حته الليه. بصلايه متوسطه برضو تفرميهم فرم ناعم جامد. تمام، تفرموا البصلايه حلوه قوي، لازم تبقى فرم ناعم يا جماعه، بحيث طعمها ما يبانش في الاكل. اديني بقول اهو، لازم فرم ناعم، وتحطيها زي ما هي بميتها بكل حاجه. حاجتين اساسيتين في الخلطه لازم ما يتبدلوش، اللي هو ده معلقه الكاتشب معلقه المستردة، ده اساسي اساسي في الخلطه مع البصلايه. هتقولي لي بس كده، هقول لك بس كده. كملي بقى بالتوابل بقى بتاعتك. حطي فلفل اسود، هنحط ملح، هنحط جنزبيل، هنحط بابريكا، هنحط بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ. لو عندك مش حابه تحط في بهارات خلاص تمام، بس انا حطيت بهارات فراخ وحطيت كل الحاجات دي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ادعك فيها كويس كويس قوي. بعد ما ادعكها كويس قوي، هتروحي جايبه معلقتين بقسماط، لانك هتلاقي الايه العجينه نيه معاكي كده، او يعني لازم تمسكيها بحاجه، لازم العجينه تكون ماسكه شويه. هتحطي عليها معلقتين بقسماط. لو انت حابه تحطي شوفان، في ناس بتحط شوفان، تكوني طحناه كده وتحطي معلقتين شوفان. تمام. فبس هنعملها بالاسترتش كده ونحطها في التلاجة بقى، ونسيبها ايه تتشمع كده في التلاجة شويه، عشان لما نطلع نشكلها ما تبقاش طريه وماهيه معايا، تبقى ماسكه نفسها كام تلاجة. انا جبت كيس تلاجة او اي كيس عندك، ومكبس برجر. مفيش مكبس برجر، هنعمل ايه يا شيماء؟ اقول لك لا ولا اي حاجه، هتجيبي غطا بتاع بطرمان عندك، اي غطا بطرمان، واعملي البرجر. هتعمليه يعني هتعمليه، مفيش حاجه هتوقفنا. تمام. مكبس البرجر بتاعي، وبصي عشان المكبس يبقى نضيف انا حطيت الكيس، يطلع معايا البرجر هي نضيفه وزي الفل. عندك صينيه على جنب كده تحطي فيها البرجر وتظبطيه. تمام كده، البرجرايه زي الفل. بصوا شكلها عامل ازاي، حلوه وتحفه. طبعا ما تنسيش بقى ايه، طالما عملت البرجر تعملي الصوص بتاعه. ايه الصوص بتاعه؟ زي ما انت شايفه كده، صوص سهل قوي. انت عارفه صوص البيج تيستي اللي احنا بيبقى في ماكدونالدز والحاجات دي، هو ده. هتجيبي هنا مايونيز، حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. هنحط عليها معلقه كاتشب ومعلقه صوص باربيكيو، وهيبقى خلاص معانا الصوص كده ايه موجود في البيت معانا. في طبعا صوصات، يعني في صوصات بتتباع جاهزه في السوبر ماركت، عايزه تجيبي منها هاتي منها، يعني ليكي حريه الاختيار. بس انا الصوص بصراحه بعمله في البيت زي ما انت شايفه كده، مايونيز ومعلقه كاتشب ومعلقه صوص باربيكيو، اتكون معانا الصوص البيك تيست اللي احنا بندهن بيه السندوتشات. هنا على جريل كده وطاسه على النار كده، او طاسه تيفال دهنه زيت، وتحطي فيها البرجر زي ما انت شايفه كده. تمام، وتهدي النار، ما تخليش النار عاليه عشان ما يلسوعش منك. تخلي بالك من النقطه دي كويس قوي، بالراحة كده. بصي هنا خلاص كده كان استوى. بصوا معايا، بصوا الجمدان، عظمة ملوش حل والله. يعني اولادي بياكلوه ايه يعني، ما اقولكوش بيحبوه جدا بيعشقوه، وانا دايما بعمله. هنا طبعا هتخدمي السندوتش. هنا حطيت زي ما انتم شايفين كده، حطيت الصوص وحطيت خس، وهنا كنت مقطعه خيار ومقطعه طماطم. حطي اللي تحبيه في السندوتش زي ما انت عايزه. تمام. هنا خلاص كده ظبطته. تحطي شريحة بقى كده، لو في عندك جبنة حطي جبنة. وده كده أعظم ساندوتش برجر فراخ هتعمليه في البيت.
جربوا الوصفه دي صدقوني هتعجبكم قوي، وكل اللي طلبها مني يا رب تكون كده عجبتكم وجربوها الفكره دي على ضمانتي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.